مساء الفل يا احلى صحاب. يا صاحبي، لما تركب عربية اخر موديل وتمسك في ايدك ايفون 16 وتلبس براندات، اوعى كده تفتكر نفسك غني. في حاجة صغيرة ناقصة، وهو ده اللي احنا هنعرفه النهاردة. الفلوس عايزة شغل كتير. بص يا ابو حميد، المال ده مفهوم مش ملموس، والاعتقادات المرتبطة بيه عمرها ما هتخليك غني. الناس الغنية عندهم تفكير مختلف. يبقى يا ابو حميد احنا لازم نغير فكرنا شوية، ونغير الصورة النمطية اللي بنحطها عشان نكسب فلوس. لازم يبقى عندك إيمان بإمكانياتك. سيبك بقى من كلمة الفروق الطبقية. اللي عايز يبقى غني هيبقى غني. كل الحاجات اللي أنا بقولها لك ديت عرقلة ليك، مش هتخليك تاخد خطوة واحدة بس اللي انت تعمل فلوس. في الحقيقة يا أبو حميد، الفلوس ديت أداة ممكن تحسن حياتك لو انت استغلتها صح، وممكن كمان تبوظ حياتك لو انت استغلتها غلط. وعلشان تبقى غني لازم تغامر. بص يا صاحبي، عشان تحقق النجاح المالي لازم تفهم وضعك المالي. قيم ثروتك. انا عارفك يا ابو لسان طويل، هتيجي تقولي ثروة ايه يا عم تنيل؟ شفت بقى انت متسرع ازاي؟ انا بقولك قيم ثروتك، يعني يا معلم الديون اللي عليك والفلوس اللي انت بتكسبها وممتلكاتك، وتحلل كل ده. وبناء على التحليل ده بقى تعمل لك الخطة الجميلة، وتحاول تسدد الديون اللي عليك، وتحاول كمان تقلل الفلوس اللي انت بتصرفها. هتلاقي نفسك بدأت تزود الفلوس اللي انت بتكسبها. وكل ده طبعا يا ابو حميد جنب انك تحسن مصدر دخلك. ابدأ كمان انك تستثمر في المصدر ده. رحلتك عشان تبقى غني هتعوز منك الاختيار ده، انك تبقى راجل وتحاول، او لا مؤاخذة مش راجل وما تحاولش. غير كده كله كلام. ابدأ كده وانت صغير، الموضوع هيبقى سهل. ولو فشلت كمان هيبقى قدامك وقت وترجع فيه تاني وتحاول تكبر. التفاوض يا ابو حميد دي اهم مهارة ممكن تتعلمها علشان بس تعرف تبقى غني. التفاوض وانك تعمل صفقات مع ناس تانية دي مهارة مهمة جدا. لو بتعرف تعملها هتزود الفلوس اللي معاك. عاوزك تعرف بس ان احتياجاتك المالية دي بتتغير مع الوقت، تتغير مع مراحل حياتك. يعني انك تعمل فلوس في العشرينات وبعدين تأسس أسرة في التلاتين، وبعد كده تخطط لتعليم أولادك، وبعد كده بقى تبدأ تستريح. ديت عايزة خطة واضحة وخطة مستمرة. إياك والدين. حاول توازن ما بين الفلوس اللي انت بتصرفها والفلوس اللي انت بتحوشها. الفشل المالي مش بيجي بانك بتكسب فلوس قد ايه، بس بيجي من انك بتصرف فلوس قد ايه. لو بتصرف فلوس اكتر من اللي بتخش جيبك كده هتروح للديون، وبعد كده هتروح للقروض عشان مش هتلاقي حد يسلفك، فهتضطر تروح للقروض. وبعد كده هتخش في دوامة انك تسد ومش هتعرف تسد. حاول يا ابو حميد، حاول ايه؟ اياك يا ابو حميد، اياك تاخد قرض. اياك تاخد قرض. وحاول انك تصرف اقل من اللي بيخش. حوش للايام الصعبة، وحاول تستثمر عشان تحقق ربح في المستقبل. وبرضك اياك تحرم نفسك من السعادة. اعدل ما بين ده وده. استمتع بحياتك بس من غير بهرجة. حاول تاخد قرارات سريعة ومدروسة عشان تتجنب الخسائر، وتحاول تحقق أهدافك المالية. إنك تكون فقير ومحترم أحسن بكتير من إنك تكون غني ومش محترم. وديت أهم حاجة في الموضوع، التواضع. إنك تبقى متواضع، مش يبقى معاك فلوس بقى وتقعد تتنطط على الناس وتقعد تقول بقى أنا أحسن واحد في الدنيا، أنا أغنى واحد في الدنيا. علشان كده يا ابو حميد فلوسك ديت لنفسك، احتفظ بيها، محدش يعرف انت معاك كام، علشان بقى الغيرة والحسد والمشاكل اللي هتحصل لك وكل الحاجات ديت تبعد عنك. اول حلقة خلصت، انا مستني اشتراكاتكم. يلا سلام.